مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. معكم نوال من قناة طبخ والخياطة مع نوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطبق ديال واحد اللحم ديال الراس بالحمص. كيجي بحال مطيبين الكرعين مع الحمص، كيجي زوين ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فهو طبق زوين بالنسبه دابا راه برد الحال في هذا البرد، وفيه الحمص وغني بهذا. المهم تيسخن ومزيان هذا الطبق. دابا على بركه الله. وتا الناس اللي ما تاكلش الكرعين او ما كتلقاهمش، فهو راه كيجي بحال مطيبين الكرعين بالحمص، كيجي زوين. دابا على بركه الله. فيما يخص المقادير، هانتوما هنا كما كتشوفوا عندي، ها هو عندي هنا واحد الكيلو ونص ها هو ديال لحم الراس. عندي هنايا الحمص ها هوايا مفسخاه او منقوع مفسخ، وهذا يلا جبدتو نيت عندي في الكونجيلاتور. عندي هنايا بصله ها هي مشلضه. هنا غادي نحتاجو زيت الزيتون والزيت النباتي باش غادي نطيبو. هنا عندي واحد 3 الفصوص او 4 ديال الثوم، واحد نصف ضامه اختياريه، وهنايا واحد المعلقه كبيره من الطماطم المعلبه. وعندي هنا في العطريه هاد العناصر اللي درتها هنا، هاد المزيج فهو متكون هنا كما كتشوفوا. عندي راس الحانوت ها هويا، معلقه كبيره من راس الحانوت، واحد نص معلقه صغيره الابزار، ما تكتروش مع راس الحانوت هو شويه هذا باش ما يجيش حار بزاف. هنايا عندي ثاني نص معلقه صغيره ديال الزنجبيل او سكينجبير. عندي هنايا معلقه ديال الكركم. عندي هنايا القزبر مجفف، ما كنديرش قزبر الاخر الطري او المعدنوس، ها هو القزبر المجفف. عندي هنا حتى واحد الملعقه. وهنايا واحد نص ضامه ديال الزعفران اختياريه او الزعفران الشعره. وعندي هنايا الكمون، ها هو معلقه ديال الكمون البلدي. وعندي هنا واحد نصف ملعقه صغيره من التحميره او البابريكا. هذه هي هذا. الملح راه ضروريه، كتبقى على حساب الذوق وعلى حساب هذا. مشاهدينا الكرام، دابا غادا نبدا نصب في هذا الشيء. دابا على بركه الله. اول حاجه ها هي غنوضعوا هاد البصيله، ها هي الاولى، وغنضيفوا ليها داك الثوم، ها هي الثومه والبصيله. وغادي نديروا هنايا تقريبا واحد المعلقه ولا معلقه ونص من الزيت النباتي، هو راه سمين. وغنزيد ثاني واحد المعلقه اخرى من زيت الزيتون، ها هو او الزيت البلديه. ودابا غادي ندوز ها هي على بركه الله. غادي نحط ها هي دابا كما قلت على بركه الله. انا غادي نحط داك اللحم فوق ديك البصيله وفوق هذا، ها هو دابا بعد ما كنوضع اللحم هنا كنجي كما شفتيو وكنشد هاد التوابل ها هي كلها كنديرها فوق داك اللحم باش تدخل فيه ديك العطريه مزيان. ودابا انا غادا نوضعها على البوطه باش غادا نبدا. ها هي غنبدا نشحر في ديك البصله وهذا والعطريه. ودابا غنضيف الملح، ها هي انا دابا غنضيف الملح. دابا هو غادا نخليه يتشحر باش عاد غادا نضيف ليه ديك الطماطم المعلبه وديك الضامه وهذاك المكعب ديال الضامات البنه. مشاهدينا الكرام، ها هو دابا كيتقلى. بعد ما كيبدا كيتقلى لينا، دابا انا غادا نضيف ديك الطماطم المعلبه، ها هي وغنضيف ديك المكعب ديال البنه كيبقى اختياري. وهذيك نصف ضامه ديال الزعفران او البديل الزعفران الشعره. ودابا كما شفتوا انا غادا نمرق عليه وغادا نسد عليه يطيب، وان شاء الله ملي غادي يطيب عاد غادا نرمي معاه الحمص حتى المرحله الثانيه حتى هو شويه تيشد طيب ان شاء الله. ونتلاقى معكم. مشاهدينا الكرام، ها هو اللحم ديالنا، ها هو راه طاب ولكن باقي شويه خصو يزيد يطيب مزيان. دابا انا ضفت ليه الحمص، ها هو كيف ما شفتوا انا دابا ضفت ليه الحمص. ودابا ان شاء الله ها هو غادي نسد عليه، وان شاء الله ملي يطيب راه غادي نتلاقى معكم باش تشوفوا التقديم النهائي. مشاهدينا الكرام، ها هو الطاجين ديالنا راه طاب ديال اللحم الراس والحمص. ها هو راه شفتوه،
ها هو راه شرب مزيان. شتو خاص المريقه تجي هكا على هذا الشكل، تبقى خاتره. ها هي. ودابا هنا كما شفتوا انا سلقت واحد شويه الروز، ها هو سلقته بالماء والملح وشويه الزيت، وردفت ليه من هذا البلول. ها هو كيف ما شفتوا كنضيف ليه هذا البلول ديال هنا، وضفت ليه شويه ديال راس الحانوت هذا الروز، وغنضيف ليه دابا هذا العنب المجفف ها هويا، ودرت معاه واحد نص معلقه سنيده اللي بغى باش يجيب ديك النكهه شويه حلو. ها هويا حتى هو غادا نضيفو مع هاد المريقه هذه. ودابا ان شاء الله انا غادا نطفي عليه باش غنديروه في طبق التقديم ونتلاقى معكم. مشاهدينا الكرام، ها هو الطبق ديالنا ديال اللحم الراس مع الحمص. ها هو راه وجد، وها هو راه رافقته هاد الروز اللي درته مع العنب المجفف. تا هو نتمنى هنا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لينا لايك وضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديال قناه الطبخ والخياطه مع نوال. فهو طبق زوين وكيستحق التجربه، ونتمنى ان شاء الله تجربوه.